السلام عليكم، ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ كل عام وانتم بالف خير. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، ويخلي لي تعليقاتكم كده الجميله اللي بقراها من هنا واقوم اصور الفيديو من هنا. ربنا يخليكم ليا يا رب، وتفضلوا كده على طول تكتبوا لي كده كومنتات حلوه وتدوني طاقه ايجابيه واديكم في طاقه ايجابيه باذن الله. وكل عام وانتم بالف خير. يلا بينا ندخل بقى على الفيديو والتفاصيل. فيديو النهاردة كان اللي هصور لكم اليوم كله عملنا ايه من اول الصبح كده لحد الفطار. اول حاجة كده مسكنا قلنا هنعمل كاستر. بنحب كده الكاستر جدا في رمضان. اول حاجة كده مسكنا الحليب، حطينا كده في حاجة كده على النار، حلة او اي حاجة. 4 كوبايات من الحليب من اللي هو المج ده، وحطيناهم كده يسخنوا على النار، وحطينا سكر. السكر طبعا على حسب الرغبة، انا حطيت كان 3 معالق. وهنا مسكنا نص كوباية من المية، عليه 4 معالق من الكاستر. الكاستر ده اللي هو مش النشا، الكاستر اللي هو الأصفر ده العادي. هو أول ما الحليب كده يسخن أنا بعمله بالطريقة دي وبينجح معايا من أول مرة. في ناس بتعمله بتقلبه على البارد وتحطه على النار براحتك خالص زي ما انت متعودة، بس أنا بعمله بالطريقة دي. وبعد ما الحليب كده يسخن معايا والسكر يدوب خالص، بنزل بقى بالكاستر بتاعي. المهم في الخطوة دي التقليب، ان انا اقلب كويس قوي، ويكون الكاستر اللي انا قلبته في المية ده يكون داب كويس قوي في المية. واقلب بقى ايدي على طول كده، هو مبياخدش حاجة يعني بعد ما بحط عليه الكاستر. بيتقل معايا كده بالشكل ده، بس اهم حاجة التقليب، تقلبي كويس قوي عشان ما يتكتلش معاك. اول ما يتقل كده تشيليه من على النار. انا الكاستر مش بحبه خالص انه يكون تقيل قوي. لان هو لما بيبرد كده وتحطيه في التلاجة بيتقل اكتر، بيجمد. فانا بديله مساحة ان هو لما يدخل التلاجة كده يكون في المظبوط، ما خليهوش تخين كده واقطعه بالسكينة، لا خالص، بخليه كده يكون حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هو ده المظبوط. انا بحب السمك بتاع كده. وحطينا بقى، غسلنا كده الاطباق بتاعتنا، الازازه اللي هنحط فيها الكاستر، وحطينا معلقه صغيره قوي من الشربات، شربات الفراوله، شربات الورد، اي حاجه بس بتدينا شكل جميل جدا للكاستر بتاعنا. انا مش بحب اكتر قوي علشان هيطلع، لو كترت قوي هيطلع كده من فوق وهيبقى عامل هيعزل الكاستر عن الطبق، فاهمين قصدي؟ فهي بس نقطه صغننه قوي في الطبق او الكاس اللي هتغرفي فيه. طبعا الكاستر احنا بنعشقه جدا جدا. لما بيبقى شكله جميل جدا لما تحطيه كده في الازاز، لكن لما تحطيه كده في اطباق يعني ملامين او حاجة، مش بيكون احسن حاجة، بيديكي شكل جميل جدا في الازاز. فاحنا طبعا اهم حاجة عندنا الشكل، والعين بتاكل قبل البق يعني. وطعمته يا جماعة كانت خطيرة، والله كانت خطيرة خطيرة خطيرة. ما تنسوش يا جماعة اللايك، اللايك بيرفع الفيديو شوية، فما تبخلوش عليا كده باللايك وشجعوني عشان القناة تترفع وتكبر بيكم بإذن الله. عاوزاكم يا جماعة في الدعاء، ربنا ينصر اخواتنا المستضعفين، ربنا ينصرهم نصرا عظيما بإذن الله. ما تنسوهمش بالدعاء بالله عليكم. طبعا خلصنا كده الكمية، وطبعا انت عايزة تزودي الكمية، احنا عملنا شوية كده على القد يعني. عشان ما يتبقاش، بحبه النهاردة وبكرة مثلا وخلاص، علشان لما بيقعد في التلاجة اكتر من كده مش بحبه يعني. وحطينا كده فول سوداني وزبيب يعني كشكل يكسر معانا الشكل بتاع الطبق. وبس كده وبألف هنا. بحب انا اعمل لكم سيشن للاكل، مش عارفة ليه بحب التصوير جدا. بصوا، لازما بقى من فوق ومن على الجنب ومن كل حتة. واول بقى ما يبرد كده نسيبه على جنب على الرخامة كده، واول ما يبرد ندخله التلاجة وسيبناه بقى عبال ما يبرد. ورحنا بقى جبنا كلبين كده صغننين، حبيت اصورهم لكم وانا بفطرهم. طبعا 2 فبيتخانقوا، فحطيت كده ايه فطار الاول لوحده، ومشيت احط للتاني لوحده علشان بيتخانقوا كده على الاكل، فحرام في واحد ده الكبير ده هو اللي بيضرب الصغير.
فحرام يعني الصغير ما ياكلش. بس بعد ما فطرناهم رجعنا تاني بقى، رجعنا نحضر الفطار بتاعنا. الفطار بتاعنا النهارده على قد الايد، شعبي كده. فقلنا ايه، جبت بتنجلاية على بطاطساية على اي حاجة. اول مرة لسه نعمله كده في رمضان. بجد انا من زمان قوي وانا بحب الاكلة الشعبية دي في رمضان. ليه؟ علشان بتوحشني، دي حاجة. التانية باكل فيها ما شاء الله، يعني بناكل فيها جامد يعني، لانها بتبقى خفيفة كده وحلوة. غير بقى المحاشي والطبيخ والحاجات دي كلها. بجد بتبقى سهلة وبسيطة، يعني حلوة قوي. يعني في الأكل هتاكلي، وفي المواعين مش هتلاقي مواعين، وفي تجهيز الأكل يعني مش هتجهزي حاجات بسيطة وسهلة قوي على قد الإيد يعني. بجد جميلة جدا. لازم كده في رمضان نعمل يوم كده ولا اتنين في رمضان من الأكلة الشعبية الحلوة دي. طبعا قطعنا البتنجالة وهنرش عليها كده شوية من الملح. رشة الملح دي أمي الله يرحمها ويسامحها كده ويغفر ليها، كانت معلمها لي إني أول ما أقطع البتنجال هرش عليه الملح. ليه؟ علشان بينزل المية بتاعته. وبعد ما أسيبه كده على جنب بتاع 10 دقايق، أصفي بقى المية بتاعته عشان ما يشربش من الزيت. وفعلا بتفرق جدا، وما بيشربش الزيت خالص. وقعدنا بقى نقطع في البطاطس. تقطيع البطاطس يا جماعة اللي أنا لاحظته انه نفس طريقة تقطيع البطاطس بتاع امي الله يرحمها. كانت بتقطعه بنفس الطريقة دي، اللي هي بتقطع البطاطس كده شرايح عريضة. اللي هو البطاطسية يعني تقطعها شرايح عريضة، وتمسك بقى كل شريحة يعني تقطعها صوابع. سبحان الله، عشان يعني انا استغربت قوي اني نفس طريقة تقطيع البطاطس زي بتاع امي بالظبط. فانا اتبسطت قوي يعني. انا ملاحظاها من زمان يعني، مش النهاردة بس. وبعد ما قطعناها كده حطينا عليها مية، علشان برضو المية لازم على البطاطس عشان ما تخليش البطاطس بتاعتنا تسود. ومسكنا كده طماطميتين كبار قطعناهم وعليهم قرن فلفل حامي. هقول لكم هنعمل بيهم ايه. هنعمل بيهم حاجة جديدة قوي، في ناس ممكن متبقاش عارفاها. هنعمل عشان نكمل بقى السفرة الشعبية. هنعمل كشك. كشك يعمل ازاي الكشك ده كشك كده في الأرياف بنعملوه ويكون ناشف، فبنمسكوه كده 3 4 حبايات. ونحطه عليه مية علشان يبقى طري كده، ونركنه على جنب. عبال ما نركنه على جنب تكون بقى ايه اللي هنعملوه، الطماطم دي اللي هنعمل كشك بالطماطم. فعبال ما هو يضطر تكون الطماطم بتاعتنا استوت. مسكنا كده حبايتين كبار من الطماطم قطعناهم زي ما شفتوا، وعليهم قرن فلفل حامي، وعملنا حطينا عليهم نص معلقة كده من الزيت من السمنة، وعليها معلقة من الزيت. وهنقلب الكلام ده كله. حطينا شوية من الكمون والشطة والملح، ونركنها على جنب ونوطي النار خالص خليها تستوي. انا بعشق الكشك بالطريقة دي. في ناس بتعمله بالبيض، لكن انا بحب طريقة الطماطم دي جدا 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 يعني. بجد جميلة، لو ما جربتهاش لازم تجربوها. هنا بقى سخنا كده الزيت وننزل بيه بالبطاطس. سخنا كويس كده وهنقلي بقى البطاطس بتاعتنا. احنا طبعا من زمان قوي، يمكن من اول رمضان حتى في السحور ما عملتش بطاطس مقلية خالص. فقلت بقى ايه، كنت دايما بعملها في مسلوقة في السحور. طبعا احنا في السحور لازم يكون البطاطس، لو هنعمل بطاطس يبقى نسلقها علشان الزيت كده ما يحماش في المعدة كده ويتعبنا يعني. ففي السحور بسلقها. في الفطار بقى لو زي كده أكلة اللي هي بالعيش والأكلة الشعبية اللي زي كده بقليها عادي. قليناها طبعا. أنا بحط الملح عليها وهي بتتقلي. إنما لما تطلع أحط الملح لأ، بيقعد عليها كده وبتبقى مالحة. لكن أنا بحطها وهي بتتقلي في الزيت، بحط عليها شوية من الملح. بتطعم كده كلها وما بتكونش مالحة. وبعد ما طلعناه كده نزلنا بالبتنجال زي ما انتوا شفتوا كده. وطبعا طلعناه كده وخلصنا الاكل بتاعنا وقدمناه بالشكل القمر ده.
وعملنا بقى الكشك بتاعنا، الكشك بالطماطم بجد خطير قوي، لازم تجربوه بالطماطم يا جماعة، يجنن. بعد ما الطماطم استوت حطينا فيها كده ايه الكشك بتاعنا. بس انا كنت عامله ان انا فاتحه الكاميرا واكتشفت ان انا ما كنتش فاتحه الكاميرا، فسامحوني بقى. وعملنا بقى سلطه خضراء، وعملنا بقى المخلل جنب الاكل، وبجد اكتر اكله ارتحنا فيها واكلنا منها هي الاكله دي، غير بقى المحاشي والطبيخ والكلام ده كله. وكمان بقى هنا الكاستر بعد ما بقى ساقع كده وطلعناه من التلاجة. وبس، يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم واليوم بتاع النهاردة عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك، والفيديو بتاعنا خلص، واقول لكم سلام.